السلام عليكم. حاولتي كتير تحققي هدف ليكي لكن معرفتيش؟ وصلتي لمرحلة انك مش واثقة انك تقدري تحققي اي حاجة؟ طب يلا بينا نبتدي من جديد، لان من رحمة ربنا بينا ان دايما في فرصة لبداية جديدة. طب ايه اللي هيفرق المرة دي؟ ما انا كل مرة بتحمس واحط هدف وفي الاخر محققهوش، لان المرة دي غير كل مرة. المرة دي هتحط اللي بيحصل حوالينا مع اهلنا قدام عينيكي. الاحداث اللي بتحصل ما ينفعش تعدي وتمر مرور الكرام. لو عايزة فعلا تساعديهم وربنا ينصرهم يبقى لازم تتغيري للافضل. ليه انتي بالذات؟ لان انتي حاليا يا اما يا اما في المستقبل ان شاء الله. فدوري ودورك ان تطلعي جيل قوي بالايمان، قوي بالعلم، قوي الشخصية، جيل يتقن عمله. احنا محتلين اقتصاديا وبفلوسنا بيصنعوا الالات اللي بيخلصوا بيها علينا، علشان كده محتاجين جيل قوي يصنع اقتصاد قوي وحر. ومش هينفع ده يحصل الا اذا انت اتغيرتي للاحسن. مفيش مضغوطة وعندها مشاكل زي التسويف والندم وعدم الرضا بالنفس والتفكير السلبي الا اذا اتنقل لولادها المشاكل دي. فالمرة دي غير كل مرة، فاستعيني بالله وجددي نيتك ويلا بينا نبدأ. طب ازاي تبتدي من جديد؟ اول حاجة هتعمليها انك هتعملي تنظيف ذاتي لكل مشاكل ومدمرات النجاح. يعني ايه؟ هتتخلصي من كل العادات المدمرة للذات واللي مش بتخليكي تنجحي او تاخدي خطوة لقدام، زي الندم والخوف وجلد الذات وعدم الرضا عن النفس وتضخيم الامور والتشتت والتسويف. وعلشان تتخلصي من كل المشاكل دي ملهاش حل غير انك تقوي نفسك وثقتك وايمانك بالله سبحانه وتعالى، وتستعيني بآيات القرآن الكريم والسنن النبوية علشان تثبتك وتديك القوة تحققي بيها أي حاجة. لأن كل المشاكل دي وحالة التوهان دي بين الندم والخوف وجلد الذات وعدم الرضا عن النفس والتشتت والتسويف وكل المشاكل دي أحسن حالة الشيطان يشوفك فيها، هتبقي لعبته وهيزودها عندك كتير، لأنه مش عايز أكتر من كده إنك تفضلي تايهة لا عارفة انت ايه ولا عايزة ايه ولا عارفة هتعملي ايه. علشان كده مهم جدا تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم وتقرأي آية الكرسي والمعوذتين بعد كل صلاة علشان تحميكي من شياطين الإنس والجن. ودلوقتي تعالوا نشوف الحل لمدمرات الذات. هنقسم الحل لجزئين. أول حاجة حلول سريعة لكل المشاكل دي ونبتدي من جديد وعلى نظافة، وفي نفس الوقت هتحطي طريق واضح وخطة محددة هتمشي عليها. أول مشكلة الندم، وده هنقسمه لجزئين. أول جزء لو انتي ندمانة على حاجة كنت عايزاها وما حصلتش، فحلها هو الآية الكريمة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مفيش أي كلام يتقال بعد الآية الكريمة دي. فكل ما تحس بالندم هتكرري الآية دي، هتحسي براحة كبيرة وترجعي تركزي على هدفك. الجزء التاني الندم على قرارات غلط انتي خدتيها. حلها انك هتكتبي انت اتعلمتي ايه علشان لما تاخدي قرارات في المستقبل تتجنبي الاخطاء دي. تاني مشكلة وهي مشكلة جلد الذات. طب انت جربتي وبقالك سنين عايشة تنتقدي نفسك وتشتمي نفسك وتدعي على نفسك؟ المرة دي هتجربي انك تشكري نفسك على اي حاجة صغيرة بتعمليها وتشجعي نفسك وتدعمي نفسك. وفي حيلة بتتعمل ونجحت مع ناس كتير جدا، وهي انك هتلبسي اي حاجة مطاطية في ايدك زي استك، وكل ما تيجي تقولي لنفسك أي كلمة سلبية هتلسعي نفسك بيها لسعة بسيطة، أي لسعة بسيطة للتنبيه إنك تغيري كلامك السلبي لنفسك بكلام يشجعك. تالت مشكلة وهي الخوف من الفشل. الخوف ده وهم كبير، خيوطه ضعيفة جدا زي خيوط عش العنكبوت. مشكلة الخوف هتتحل بالمواجهة وإنك تاخدي الخطوة الأولى من غير أي تردد. فإذا عزمت فتوكل على الله. بمجرد ما تاخدي الخطوة الأولى هتلاقي الخطوة اللي بعدها أسهل بكتير. فخليها قاعدة عندك، عايزة تعملي أي حاجة استخيري ربنا وتوكلي على الله وابدأي على طول، ما تخليش الخوف يوقفك أبدا. رابع مشكلة وهي تضخيم وتصعيب الأمور. بلاش تصعبي أي حاجة على نفسك، انتي تقدري تعملي أي حاجة وقدها. وخلي القاعدة عندك في حل المشكلة دي هي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا بياخد بالأرفق والأيسر. فانت ابتدي أي مهمة بالطريقة الأسهل ليكي اللي تخليكي تبتدي وتكملي فيها وبعدها تطوري من نفسك، وبلاش تبحثي عن الكمال. وهي دي المشكلة الخامسة. مش لازم تعملي المهمة كاملة وبطريقة مثالية من أول مرة، لأن ده هيعطلك كتير ومش هيخليكي تبتدي. ابتدي بإمكانياتك الموجودة دلوقتي، ما تستنيش حاجة معينة أو وقت معين مثالي إنك تبتدي.
ابدأي حالا بالمتوفر عندك وبإمكانياتك الموجودة دلوقتي، وطول ما انت شغالة هتلاقي نفسك بتطوري من نفسك، علشان خلاص بدأتي فهتتشجعي أكتر وهتطوري من نفسك أكتر. وبتطبيق الحلول دي هتلاقي نفسك اتخلصتي من معظم المشاكل. وخلي عندك يقين المرة دي انك هتنجحي، وأي تفكير سلبي يجيلك انك مش هتقدري، فكري نفسك بالكلام ده كويس واسمعيه كذا مرة، وقولي لنفسك اللي هيفرق المرة دي انك اتعلمتي وان تفكيرك اتغير، انك سامحتي نفسك وهتدعميها وتخلصتي من كل اللي فات، انك هتغيري الصوت اللي جواكي بصوت يدعمك ويشجعك مش يحبطك ويوقفك، انك اخدتي وهتاخدي بالاسباب وهتجتهدي وتتوكلي على الله، ان بقى عندك رضا من جواكي وامل يحركك لقدام. علشان كده المرة دي هتنجحي لانك حاولتي وبتحاولي كتير وما انسحبتيش، فخليكي فخورة بنفسك. المرة دي بقى عندك وعي بأهمية وقتك، وانك مش هتسمحي ان اي وقت يضيع منك على الفاضي. المرة دي هتكسري حاجز الخوف اللي جواكي، لانك خلاص عرفتي ان وهم كبير وانك قدها وتقدري تعملي وتحققي كل اهدافك. المرة دي بقى عندك خطة واضحة وهدف محدد مركزة وهتمشي عليها، وده هيوصلنا للجزء التاني من بداية جديدة. الجزء الأول اتخلصنا من كل المشاكل، الجزء التاني هتحطي هدف واضح وخطة محددة هتركزي وهتمشي عليها. طب ازاي تحددي هدفك عموما من الحياة؟ في 5 جوانب للحياة لازم تشتغل عليهم علشان تحسي بالتوازن النفسي، وهو الجانب الديني، الجانب الشخصي، الجانب الصحي، الحياة العائلية، والجانب الاجتماعي. أكيد في جوانب تانية لكن هنخلي دول الأساس، والنهاردة هنشتغل على الجانب الديني. الهدف الأساسي من الحياة هو في الآية الكريمة دي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعمل عبادة، كل عمل هتعملي في حياتك حط ليه نية فهتاخدي حسنات كتير. كل ما تشتغلي على الجانب الديني والروحاني عندك كل ما هيأثر إيجابي على الجوانب التانية. وهنا نيجي للجزء التاني من الحلقة، وهو أهم روتين في حياتك. هاتي ورقة وقلم واكتبي معايا أهم روتين. أول حاجة هتكتبيها من فوق هي الآية الكريمة دي: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رددي الآية الكريمة دي على طول، وبعدها هتحطي نية لكل حاجة بتعمليها. حافظي على صلاتك في وقتها، لأن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. غير إن التزامك بمواعيد الصلاة بالظبط هو أقوى تدريب للانضباط الذاتي اللي هيخليكي تلتزمي بأي حاجة في الدنيا وتحققيها. وفي حلقة كاملة للانضباط الذاتي هسيبلك اللينك بتاعها في صندوق الوصف. تاني حاجة هتلتزمي بأذكار الصباح والمساء والأذكار بعد كل صلاة. رابع حاجة هتلتزمي بقراءة صفحة واحدة بس من القرآن يوميا، أهم حاجة تستمري وهتلاقي نفسك بعدها واحدة واحدة بتزودي. التزمي بالروتين ده وثبتيه. الحلقة الجاية إن شاء الله هتكلم عن الهدف والرؤية وإيه الفرق ما بينهم. لو عجبتك الحلقة ادعميني بلايك وشير واشتركي في القناة. شكرا لكم.